لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لمتابعة أخبار المملكة المغربية الشريفة. وبحسب مذكرة إخبارية للمندوبية حول الرقم الاستدلالي للأثمن عند الاستهلاك لشهر نوفمبر 2022، فإنه على العكس من ذلك انخفضت أثمان الفواكه ب3.8%، والسمك وفواكه البحر ب0.8%، واللحوم 0.3%. فيما يخص المواد غير الغذائية فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات ب7%. وأفادت مندوبية التخطيط في مذكرتها أن الرقم الاستدلالي للأثمن عند الاستهلاك سجل خلال شهر نوفمبر 2022 ارتفاعاً ب0.4% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0.4%، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0.5%. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب1.3%، وفي وجدة ب1.2%، وفي مراكش ب1%، وفي أسفي والرشيدية ب0.8%، وفي أكادير وفس وتطوان والداخلة وسطات ب0.7%، وفي الدار البيضاء والرباط ومكناس ب0.4%، وفي القنيطرة ب0.3%، بينما سجل انخفاضات في بني ملال ب0.7%، وفي العيون وكليميم ب0.1%. بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة سجل الرقم الاستدلالي للأثمن عند الاستهلاك ارتفاعاً ب8.3% خلال شهر نوفمبر 2022، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب14.4%، وأثمان المواد الغير الغذائية ب4.5%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0.1% بالنسبة للصحة و14.2% بالنسبة للنقل. وهكذا يكون مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية قد عرف خلال شهر نوفمبر 2022 ارتفاعاً ب7% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2022، وب7.6% بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2021.